جاهزه مش اساسيه للعروسه، بس تبقي كسبانه كتير قوي لو جبتيه. ده هيكون ابسط 1. وطبعا هنا انتم مفكرين ان انا بوريكم الشنطه بتاعتي، بس لا يا جماعه، ده الوافل ميكر من فلامينجو. فلامينجو المره دي عدت المقاييس وعملت لكم وافل ميكر بشكل يجنن، ودي هتكون صاحبتكم في السفر وانتوا رايحين تقضوا اجازه الويك اند. وبما اني مضيعه كل فلوسي على الوافل، فانا قررت اعمله في البيت. 5 دقايق هتكوني بتاكلي احلى وافل. تعالوا بقى اقول لكم على المقادير اللي مفيش اسهل منها. هتضيفي 2 بيضه، عليهم 2 كيس فانيليا، عليهم ربع كوبايه سكر، وهتضربيهم كويس بالهاند بلندر او في الخلاط. هنا هنضيف ربع كوبايه زيت وربع كوبايه لبن. اخر حاجه هتكون كوبايه دقيق ومعلقه بيكنج باودر. كده تكون جهزت معانا العجينه. وعلشان النتيجه تبقى وافل مقرمش من بره وطري من جوه، لازم تستخدمي الوافل ميكر بتاعت فلامينجو. اول ميزه فيه ان هو 800 واط، كمان بيكون عليه سنه ضمان. كمان اكتشفت ان السطح بتاعه نانو ستيك، يعني مش هتحتاجي تحطي اي ماده دهنيه. طبعا لو انت عندك اطفال لازم يبقى عندك الوافل ميكر، وده عشان بيبقى احلى حاجه في اللانش بوكس. ما تضيعيش فلوسك وتجيبي ماركات باسعار غاليه، علشان الوافل ميكر من فلامينجو سعره اقتصادي وعلى قد الايد.